وقوله رحمه الله الطهارة. كلمة الطهارة لغة النزاهة والنظافة من الأقذار الحسية والمعنوية. نعم. وتنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وهي الطهارة من الشرك والطهارة من البدع والطهارة من الذنوب، كما قال تعالى إنهم أناس يتطهرون. فالطهارة هنا معنوية وهي النزاهة عن المعاصي والذنوب. والشرك نجاسة معنوية، قال تعالى إنما المشركون نجاسة معنوية. والتوحيد طهارة معنوية من الشرك. التوحيد بفضل الله عز وجل هو طهارة معنوية من الشرك بفضل الله عز وجل. أما القسم الثاني وهو الطهارة الحسية، وهي استعمال المطهر لرفع الحدث أو إزالة النجاسة. وهذا معنى قوله رحمه الله هي النزاهة والنظافة من الأقذار الحسية والمعنوية، وهي ارتفاع الحدث ما في معناه وزوال الخبث. هذا معنى الطهارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.